صوت العرب من القاهرة. أغاني وعباني. تعده اليوم فاطمة عكاشة. معكم اليوم الشاعر عبد الحكيم قنديل، موجه بالتعليم بالبحيرة. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم وتسعدون معي باختيار الأغنيات التي عاشت معنا وما زالت خالدة بيننا. أغاني وعباني. على باب القدس وعمنا هاني شاكر، وإبداع يعني في جو من الحزن على قضية كل العالم وتحريك ضمير العالم نحو قضية حاضرة غائبة. الحزن على أطفال بتموت، آباء ينتحبون، إصرار إن القدس هتبقى ومش هتموت. وده لأن الفن له دور يعني في تحريك الراكد من مياه الحرية والإنسانية ولفت الانتباه إلى القضايا المصيرية. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام. نسمع عمنا هاني شاكر. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام. كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت، تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت. كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت، تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت. وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت. على باب القدس وعود وأماني وحلم كبير، وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير. على باب القدس وعود وأماني وحلم كبير، وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير. في ايديهم نار واحنا بأحجار، حنخلي ظلام الغدر يفوت. في سبيل الله ارخص يا حياة، يا تعود القدس يا إما نموت. في ايديهم نار واحنا بأحجار، حنخلي ظلام الغدر يفوت. في سبيل الله ارخص يا حياة، يا تعود القدس يا إما نموت، يا تعود القدس يا إما نموت. كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت، تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت. كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت، تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت. وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت.
الفنانة سعاد محمد، أو كما يطلقون عليها قيثارة السماء، يعني صوت لن يتكرر، قوي رائق شجي معبر. اخترت لها اليوم يا قدس يا حبيبة السماء. تنادي في الأغنية على القدس: قومي إلى الصلاة باركي الحياة، لأن القدس هي المآذن الشامخة والأجراس المترنمة، هي رمز الخير والعطاء والوحدة والنماء. وكأن احنا اللي محتاجين للقدس، هي اللي تحررنا يعني من خنوعنا وخلودنا للأرض، لأنها رمز للحرية والشموخ والإباء. الأغنية فيها جمال مش طبيعي، سمو روحاني غريب. الأغنية بتنقلنا من عالم الدنيا ومادياتها إلى سعة الكون وما فيه من رحابة وجمال. الأغنية بتحسسنا ان القدس فعلا هي قضية العالم يعني كله، مش قضية المسلمين فقط. نسمع قيثارة السماء، سعاد محمد. لا توقف الدعاء للرحمن مهما لقيت من أذى الشيطان، ردي عليه إثمه وقومي وواصل الحديث للنجوم عن بأسك الصامد من قديم في وجه كل غادر أثيم، وفجري من حالك الظلام نورا يرد عزة الأيام، فلم تزل فيك خطى الإسراء سابحة في الطهر والضياء. يا قدس يا حبيبة السماء. قومي ومهما اشتدت الجراح، فكل ليل بعده صباح، غدا يهل الفجر للأعتاب وترجع الطيور للقباب، غدا يهل الفجر للأعتاب وترجع الطيور للقباب. هادية بالحب والصفاء، هادية بالحب والصفاء، هادية بالحب والصفاء، هادية بالحب هاتفة بأقدس
عمنا سيد النقشبندي يعني هالة من النور في عالم التواشيح والوجد، يعني وهو يدعو سبحانك وبيذكرنا بأيام رمضان الجميلة قبل الإفطار وبعد الإفطار ولمة الحبايب. في القدس منازل تبجيلك مصر مبعوثك ورسولك. صوت فيه من الفخامة ما يناسب الكلمات. القدس عظيمة والكلمات لا تكفيها، وهذا الصوت الرائع الجميل ينقل لنا الأحاسيس المفعمة بالود والمحبة تجاه هذه القضية الكبيرة. نسمع عمنا الشيخ سيد النقشبندي في القدس منازل تبجيلك. مصر مبعوثك ورسولك ومقام نجيك وخليلك ومقام نجيك وخليلك ندعوك بقدرة تنزيلك لتطهرها ممن خانك. سبحانك سبحانك يا كاشف عن عبدك همه يا كافينا كل ملمه يا كاشف عن عبدك همه يا كافينا كل ملمه ابسط رحمتك لنا جمه ابسط رحمتك لنا جمه بالخير تفيض وبالنعمه بالخير تفيض وبالنعمه وامنحنا لطفك وامانك. سبحانك 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 فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله لا ترفع للغاصب دولة وانصرنا في أقرب جولة لا ترفع للغاصب دولة وانصرنا في أقرب جولة رباه وأنذر أعوانك. سبحانك 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 أنزلت كتابك دستورا هديا قدسيا مستورا فكشفت عن الكون ستورا وتبدلت الظلمة نورا فكشفت عن الكون ستورا وتبدلت الظلمة نورا تهدي الأفئدة فسبحانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك 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 ربي سبحانك
شادية. أبدعت شادية في الأغاني الوطنية اللي وصلت لقلوب الجميع لأنها تتمكن يعني من أدواتها. لديها صوت آسر أخاذ. يعني شادية في رأي ظاهرة ربما لا تتكرر، جمعت بين الخفة والدلال والقوة والإباء والشموخ. اخترت لكم النهاردة أغنية وحياة رب المدائن. أغنية بتعبر فيها عن حبها لوطنها مصر اللي مصممة لا تحول رمله لجناين. أغنية مليانة بالتحدي والصمود والاعتراف بحق الوطن والتضحية في سبيله، لأن مصر مش وطن نعيش فيه، مصر وطن بيعيش جوانا. نسمع وحياة رب المدائن للقيثارة الشادية شادية. أنا بنتك يا بناتنا وملامحك جوا دمك وفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي، اسمك مكتوب يا أمي. وحياة رب المدائن أنا بنتك يا بناتنا وملامحك جوا دمك شوفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي، اسمك مكتوب يا أمي. وحياة رب المدائن أرجوك سيبي روحنا نسمح طريق، أرجوك سيبي روحنا نسمح طريق. عارفين مهما اتجرحنا عدوك من صديق، عارفين مهما اتجرحنا عدوك من صديق. وحياة رب المدائن أرجوك سيبي روحنا تسمح طريق، أرجوك سيبي روحنا تسمح طريق. عارفين مهما اتجرحنا عدوك من صديق، عارفين مهما اتجرحنا عدوك من صديق. وحياة رب المدائن نزرع نمل الجناين، وحياة رب المدائن نزرع نمل الجناين، وحياة رب المدائن نزرع رمل الجناين، نزرع رمل الجناين. وحياة رب المدائن شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بيكتر وبيتغرب عشانك، ده بيتغرب عشانك. وحياة رب المدائن يا أرض الله يا واسعة شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بيكتر وبيتغرب عشانك، وبيتغرب عشانك. وحياة رب المدائن وبيرجع بالسلامة يبني لك عصر مروة
اخترت لكم أغنية الرضا والنور للسيدة أم كلثوم. ولما بنتكلم عن أم كلثوم يعني بنتكلم عن عمل فني توفرت له كل عوامل النجاح: الصوت العذب، الموسيقى الراقية، الكلمات المعبرة. لما هتسمع الرضا والنور هتعيش في جو من الروحانية والتطلع إلى السمو والرقي. دايما الفنون والأدب يعني يركزان على سمو الإنسان وارتقائه عن ماديات الحياة، لأن الحياة ليست مادة فقط، وإنما في الحياة جوانب مشرقة كثيرة. ولو إن الحياة مادة فقط توقفت حياة الإنسان وفقد ذاته نفسه في رحلة الحياة الطويلة. نسمع الرضا والنور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. أنا للغريب أن يرى حماه يومه القريب شاطئ الحياة. أنا للغريب أن يرى حماه يومه القريب شاطئ الحياة. والمنى قطور بالسماء تطور. انقر الدفوف انقر يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح. يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح. يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح. ليس بالبال شوقه تعال. ليس بالبال شوقه تعال. والرضا رحاب يشمل الوفاء. والمنى قطور بالسماء تطور. انقر الدفوف انقر الدفوف. في الختام أتمنى أن تكونوا قد سعدتم معي بهذه الاختيارات وهذه الأغنيات. سعدت بكم ومعكم، وعلى أمل في لقاء قريب. كان معكم الشاعر عبد الحكيم قنديل. أغاني وعباني. أعدته اليوم فاطمة عكاشة.